عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. وصفتنا اليوم كسكسي تونسي بالقديد، طريقة بسيطة وسهلة برشا ويجيكم كسكسي بنين برشا وفاوح. نتعدوا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. للتحضير الكسكسي نستحقوا كيلو كسكسي يكون من الحجم المتوسط. أنا باش نستعمل الكسكسي العلا، وانتم بطبيعة تنجموا تستعملوا أي نوع متاع كسكسي متوفر عندكم. عندي تقريبا 500 جرام قديد. القديد هذا جاني من كوستيليا. 300 جرام فول شايح ومنفخ ليلة كاملة. قرون فلفل اللي باش نقلوهم من الأول. نصف كاس صغير زيت نباتي باش نقلو فيه الفلفل. للتوفيح الكسكسي نستحقوا 4 مغارف كبار معجون طماطم، مغارفة كبيرة فلفل أحمر، مغارفة كبيرة هروس، نزيدوا عليهم مغارفة صغيرة كركم ومغارفة صغيرة فلفل أكحل. نزيدوا عليهم كاس زيت اللي كان موجود مع القديد. أنا اليوم باش نطيب الكسكسي متاعي في النحاس القروي. دونك خديت المرميطة، صبيت فيها نصف كاس زيت نباتي، سخنتهم على نار متوسطة وباش نقلي فيهم الفلفل راهو دونك شقيته وملحته جست بشوية ملح وكهو، ما فوحتوش. نقليهم بالبيع على نار متوسطة ومن بعد ما يتقلوا باش نخرجهم. لفات انكم تقلوا الفلفل قبل ما تفوحوا المرميطة، بالحق راهو يسيب البنة متاعته وتجيكم من بعد المرق يجي بنين. من بعد ما الفلفل تقلى بطبيعة نخرجوه وباش نصبوا الزيت متاع القديد. كيف ما قلت لكم البنه الكل متاع القديد هي راهي موجوده فيك الزيت هذاك، دونك هذاك علاش لازمكم تستحفظوا بيه وتزيدوه. من بعد نزيدوا الكميه الكل متاع القديد. بطبيعه تاخذوا الكميه اللي تحبوا لها. انا عندي تقريبا 500 جرام دونك قديد، وانتم بطبيعه يعني استعملوا الكميه اللي تحبوا عليها. الحقيقة القديد هذا راه مش قديد ديالي، أنا ما عملتوش في الدار، جاني من سوسيتي اسمها كوستيليا. بالحق القديد متاعهم بنين برشا. دونك السوسيتي هذه موجودة في صفاقس. بالحق قديد بن ولا أروع. من بعد زدت لفاحات وباش نحركهم الكل مع بعضهم بالباهي باش الطماطم تتحل في الزيت والمكونات الكل تخلطوا مع بعضهم بالكدا. ومن بعد باش نمرق بإيترتين ونصف ماء يغلي. الماء يلزمكم ديما تمرقوا بماء يغلي. من بعد ما خلطت المكونات كل مع بعضها مليح زدت الإيترتين تاع ماء يغلي وباش نخلط المكونات كل مع بعضها بالباهي باش الطماطم تتحل بالباهي في الماء. ومن بعد باش نزيد الكميه نتاع الفول. كيف ما قلت لكم هذاك فول اخضر مجفف نفخوه ليله كامله في وسط الماء. والفول تاخذوا الكميه اللي تحبوا عليها، وتنجموا بالطبيعه تنجموا تزيدوا شويه حمص منفخ اذا تحبوا. بعد كملت مرقت بالماء يغلي وباش نحرك المكونات كل بعضها مليح ونغطي عليه ونخليه يطيب سله لمده ساعه. اونتر طون باش نتعدى نحضر الكسكسي. لهنا خديت الكسكسي العلا، وانتم بالطبيعه خذوا اي نوع نتاع كسكسي مستانسين بيه وتفوحوا كيف مستانسين تفوحوا. انا باش نعطيكم اون ايدي وانتم بالطبيعه من بعد تبقوها والا لا كيف ما تحبوا. دوك نفوح الكسكسي نتاعي بشويه زيت زيتونه وباش نزيد شويه ملح، شويه فلفل اكحل وشويه عواد قرنفل. بالحق العود والقرنفل راهو يبان البرشا الكسكسي، اللي مش مستانس يحطه في الكسكسي يجرب المره هذه ويتفكرني. بعد ما زدت لفاحات باش نبدي نبسس الكسكسي نتاعي. لازمكم تبسوه مليح، لازم الحبيبات الكل نتاع الكسكسي يمسها الزيت. ومن بعد باش نبدو نبلوه بالماء. الماء ما تبلوشه برشا ماء، جوست بلوه هكايا شويه. ما تنسوش اللي احنا من بعد باش نعاودوا الكسكسي وان بلوس يعني باش نسقوه بالصوص. اذا تحبوا الكسكسي نتاعكم يجي شارب الصوص ويجيكم بنين ما يلزمكمش تبلوه برشا ماء. الكسكسي بالقديد هو اسهل من انواع الكسكسي التونسيه بالحق، يعني ما فماش ما اسهل منه. يجي بنين وفاوح ما فزتوش برشا مراحل. يعني تحطوا الصوص تبقى تطيب على راحتها ومن بعد تبلوا الكسكسي من بعد ساعه ونص يكون كل شيء حاضر. بالحق يعني ما فماش ما اسهل منه. ننصحكم تجربوه في راس العام هذا اذا متوفر عندكم القديد. بالحق راهو يجي كسكسي بنين برشا. انا كيف ما قلت لكم القديد نتاعي جاني من تونس من عند سوسيتي كوستيليا. قديد بنين برشا وهي توصل لتونس الكل. من بعد نغطي عليه ونخليه يشرب الماء لمده 10 دقائق. بعد 10 دقائق رجعت الكسكسي نتاعي باش نبدي نحله من بعضه كيف من هكاكا. هو اون برانسيب الكسكسي العلا راهو يعني ما يكبرش، مي اون سي جامي يعني لازمنا نحلوه بالطريقه هذه بالباهي. وبعد باش نعبيه في الكاسكاس. بالطبيعه اللي مش متوفر عندها الكسكسي العلا راهي تنجم يعني تنجم تستعمل الكسكسي العادي اللي نشروه من المغازات. اما يلزمها تعاودوا. انا الكسكسي العلا راني ما نعاودوش باسكو ديجا مفور تفيره الاولى. دونك هذاك علاش. اما انتم اذا باش تعملوا الكسكسي نتاع المغازات يلزمكم تعاودوه مرتين. دونك نعبي الكسكسي نتاعي في الكاسكاس
ومن بعد باش نهزو نخليه يفور لمدة نصف ساعة. كيف ما قلت لكم أنا المرميطة يعني قاعدة تغلي عندها ساعة كاملة، دونك يلزمكم تخلوها تغلي على راحتها ومن بعد تحطوا الكسكسي يفور. دونك نهز الكسكسي نتاعو ونحطه يفور فوق من المرميطة لمدة نصف ساعة ما أكثرش، إنه الكسكسي راهو يعجل. وبالطبيعة أنتم إذا باش طيبوا الكسكسي الباكاوات يلزمكم تعاودوه. من بعد ساعة ونص الكسكسي نتاعي طاب، باغي الصوص نتاعتي طابت لهنا. دونك باش نبدي نحل الكسكسي نتاعي باش نفركه من بعضه وباش نحمله العواد قرنفل. دونك ردوا بالكم تخلوهم العواد قرنفل على خاطرهم صحيح هو يسيب البنه نتاعته، اما بالحق كي تجو يعني كي تجيكم عود قرنفل هكايا يعني المطعم نتاعو يكون قوي برشا. دونك هذاك علاش يلزمكم تنحوه على خاطر فما سيغمون في العائله ما يحبوش المطعم تاع العود قرنفل. دونك نفركوا الكسكسي بالباهي واذا ثم كعابر نحلوهم من بعضهم. وجا نسيت سور لو فات يلزمكم تخرجوا العواد الكل. الكسكسي بالقديد اون برانسيب نعملوه في يعني كل راس عام هجري. دونك هذاك علاش حبيت نشارك معكم اليوم الوصفه، ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها. واذا جربتوها ما تنسوش باش تبعثوا لي تطبيقاتكم على الباج انستغرام كوزين سلوى. لهنا باش نبدي نضيف الصوص. دونك انا باش نصفي بالكسكاس ونسي جامي يعني يهبط الفول والقديد. دونك هذاك علاش يعني باش نصب ديريكتومون في الكسكاس باش يجيني كان الصوص هكا من غير القديد ومن غير الفول. ومن بعد باش نحرك الكسكسي مليح مليح. اذا تحبوا الكسكسي نتاعكم يجيك بنين ويجي فارغ كل كعبه وحدها، من بعد ما تسقوا الكسكسي وتخلطوه مع بعضه مليح مليح تخلوه على الاقل 10 دقائق يشرب الصوص هذيك. بالحق راه يجي الكسكسي فارغ كل كعبه وحدها ويجي شارب الصوص وبنين برشا. ننصحكم تجربوها بالطريقه هذه وتفكروني. على ميم اوكازيون حبيت نشكر الناس الكل اللي تبعت لي الميساجات واللي تخلي لي في دي كومونتير حلوين. بالحق بارك الله فيكم على تشجيعكم هو اللي يخليني نواصل. اي اون بارتيكوليرمون فما واحد ولا واحده ما نعرفش اسمه OST. الحق هو يعني سات بيرسون ديما تشجع فيه وديما تخلي لي في تعليق. بارك الله فيك وربي يفضلك ويعطيك كل ما تتمنى. وبارك الله فيكم الناس الكل وربي يعطيكم كل ما تتمنوا على تشجيعكم وعلى تعليقاتكم الحلوه. بعد ما خلطت الكسكسي دونك نقدمه بالطريقه هذه. حطيت دونك القديد في الوسط وزدت عليه قرون فلفل ومن بعد باش نزيد عليه البيض المسلوق. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه نتاع اليوم. وتو ما بقى لي كان باش نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير، صحه وبشفاء لكم، بسلامه.